أقبح الخصال وأكذبها التي ظهرت الآن في كثير من طلبة العلم الكذب عياذا بالله من ذلك. أفلا يستحي هؤلاء من الله؟ أفلا يستحون من الوقوف بين يدي الله إذا لم يخشوا الفضيحة في الدنيا فإن الفضيحة خلفهم في الآخرة؟ لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو من دناءته أو من قلة الأدب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كأننا لا نقرأ هذه الآيات. إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، واللفظ الآخر وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب أو الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أفلا يستحي من ينتسب إلى العلم من الكذب؟ أفلا يستحي طلبة العلم الذين ينتسبون إلى العلم من الكذب؟ أفلا نستحي أن نتظاهر بلباس العلم ونحن على غير ذلك؟ أفلا نستحي من الله جل وعلا عالم السرائر والخفيات؟ ها أنتم اختفيتم من الناس، أين تذهبون من الله جل وعلا؟ قال الله جل وعلا عن قوم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أخلاق يترفع عنها عامة أهل الإسلام، فكيف بطلبة العلم الذين يتظاهرون بالطلب